في الاهلي. هل محمد ابو تريكه الشيخ محمد ابو تريكه الشيخ؟ طبعا الشيخ هو الشيخ القرضاوي قال عليه الشيخ محمد ابو تريكه. الشيخ يوسف القرضاوي الرجل الذي يعني انا ما اعرفش مين اللي اختاره رئيس هيئه علماء المسلمين في العالم. من الذي هل بالاقدميه عشان عنده 90 سنه ولا بالخبره ولا بالانتخاب ولا بايه بالظبط؟ ده راجل يوم الجمعه اللي فاتت دي طلع في خطبه الجمعه. اي واحد تجيبه يخطب الجمعه هيتكلم في ايه؟ هيتكلم في ايه؟ في الدين. هيتكلم في الدين. الراجل ده ساب الدين الاسلامي وساب كل الاديان واتكلم على اتنين. قال لك ان لعنه مش عارف ايه غلبتنا 6 شمتان في هزيمه مصر من غانا 6 والجون الوحيد اللي جابه المؤمن في الفريق محمد ابو تريكه المؤمن والباقيين مش مؤمنين. ده كلام الشيخ القرضاوي اللي انا يعني يا اخوانا ده راجل سايب مصر بقاله 40 سنه. يعني الراجل اللي بيهاجمنا وبيشتمنا وشاتم الحكام العرب برضه يوم الجمعه اللي فاتت انهم بتدوا لمصر ليه؟ ادوا لسوريا. ادوا لسوريا عشان تسقط النظام. طب ما انت يا استاذ محمود بتقول نفس الكلام بتقول محمد ابو تريكه الشيخ اهو، ما انت بتقول برضه الشيخ. أيوة ولا انت بتسخر من الكلام؟ لا انا بقول على اللي قاله القرضاوي قال عليه الشيخ، فانا بقول ان هو انت شايفه شيخ ولا مش شايفه شيخ؟ لا هو راجل متدين طبعا مش عايزه كلام. يعني هو راجل متدين وحتى ايه في الفترة الأخيرة بيحاول أن يتنصل من حتة الإخوة المسلمين بطريقة أو بأخرى. يعني إزاي؟ يعني ما يعني دعي لظن الاجتماع أو حاجة رفض يروح ومبتعد تماما عن حتى الأحاديث ما بيتكلمش دلوقتي لأنه من سيسأله سيتطرق إلى حتة جماعة الإخوان وخصوصا عندهم في كرداسة. ما هي ناهية دي وكرداسة ناهية جزء من كرداسة. فهي يعني المنطقه كلها واللي حصل اللي هو نبيل. بس هو اعلن هو محمد ابو تريكه يعلن عن موقفه السياسي بشكل واضح جدا ويمكن اعلن عن دعمه الاخوان. طبعا اعلن مش هو لوحده ناس كتير واحمد عبد الظاهر برضه لاعب الاهلي. لكنه في الفتره الاخيره يعني يتوارى بعيدا مع ده ولا ضد ده يا استاذ محمود؟ مع ايه؟ مع ان هو يتوارى ولا ان هو لا انا معه يتوارى طبعا لان ابو تريكه النهارده بتاع مصر كلها بتاع الاخوان المسلمين والمسلمين لان احنا برضو ولا احنا ايه ما تفهمنا ما كلنا إيه؟ اكيد كلنا مسلمين. امال ليه مقسميننا هم اخوان مسلمين هم اللي هيدخلوا الجنه واحنا هندخل فين؟ هندخل الاستاد ولا ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف. فهم يعني فانا بعتبر المفترض ابو تريكه فعلا يبتعد عن حته الاخوانه دي على الاقل في هذه الظروف الى ان يوفقه الله ويختار توقيت المناسب لاعتزاله. انا ضد طبعا اعتزاله دلوقتي لانه يستطيع ان يعطي اكثر من